السلام عليكم. من الحاجات اللي بتبسط المبرمج لما تنزل أداة أو تكنولوجيا جديدة ويقدر يستفيد منها بشكل كويس، مش بس على الورق، لا يقدر إن هو يستخدمها وتكون فاهمة المشروع بتاعه وتوفر عليه وقت ومجهود وتديله النتيجة اللي هو عايزها. لما اتكلمنا عن ام سي بي أول ما نزل شرحناها بشكل تفصيلي، تقدر تشوف الفيديو هنحطه في الديسكريبشن. شفنا ازاي ان احنا نقدر نربط الاي اي بادوات معينه، يعني لو بستعمل مثلا عايز اكونكت على الداتابيس اقدر اجيب ام سي بي سيرفر خاص بالداتابيس وبحدد له كريدنشالز وهو يروح يكونكت على الداتابيس. عايز اجيب مثلا دوكيومنتيشن معينه بيكون في ام سي بي خاص بالفريم ورك او بالدوكيومنتيشن دي او بالستاك دي وهكذا. النهارده بقى عندنا حاجه مميزه جدا اسمها لارافيل بوست. ولارافيل بوست هي تعتبر اول ام سي بي سيرفر خاص بفريم ورك معينه، مش جينيريك زي مثلا ام سي بي سيرفر الخاصه بالداتابيس او الام سي بي سيرفر الخاصه مثلا بتيل ويند وهكذا. لا، ده ام سي بي سيرفر خاص بلارافيل. الميزه هنا ان انا مش محتاج اروح انزل اكتر من ام سي بي لكل حاجه وابدا اظبط الكونفيجريشن الخاصه بيها وادخل بيانات الاتصال بالداتابيس واختار الانجن بشكل يدوي. لا، لارافيل بوست بيعمل كل ده اوتوماتيك، بيفهم المشروع بتاعي، بيفهم اصدار لارافيل اللي انا بستخدمه، عنده دوكيومنتيشن كامله ابديتد للفيرجن اللي انا بستخدمه، يقدر يتعرف على الباكجز اللي انا عامل لها انستول على بروجكت لارافيل وفي دوكيومنتيشن للباكجز دي كمان، ويقدر يحط اي رولز جاهزه على المقاس بالظبط نفس الفيرجن اللي انا بستخدمه للباكجز الموجوده. فهنا مكتوب، خلينا نشوف الانونسمنت الاول. هنا اناونسنج لارافيل بوست، دي عباره عن بيتا فيرجن، بابليك بيتا فيرجن. جميل. فهنا بيقول لك هي عباره عن ايه، لارافيل اوير موديل كونتكست بروتوكول ام سي بي سيرفر، وبيدي الاي اي ايجنت مجموعه تولز وفيرجن جايد لاينز. ده معناه ان الجايد لاينز دي على حسب الفيرجن اللي انت بتشتغل بيه. لارافيل 12 فليك جايد لاينز خاصه بلارافيل 12، لارافيل 11 وهكذا. تمام. ودوكيومنتيشن. فبيقول لك ان انت لو جيت ضفت الباكج دي اللي هي لارافيل بوست للابلكيشن بتاعك، الاي اي كودنج ايجنت يقدر يعمل ران للتنكر، يقدر يعمل كويري للداتابيس، يقدر ينسبكت الداتابيس سكيما، يسيرش فيرجن لارافيل دوكس. زي ما قلنا لو انت بتتعامل بلارافيل فيرجن معين يقدر يروح يسيرش على الفيرجن اللي انت بتستخدمه بالظبط ويساعدك لسبيسيفيك فيرجن. ويقدر يقرا البراوزر لوجز لو في اي حاجه ضربت في البراوزر او في لوجز في البراوزر يقدر يقراها، عنده اكسس عليها. ويجنريت تيست كيسز، والكود هيفولو نفس البروجكت كونفنشن بتاعك. فالاوتبوت بتاعتك هتبقى هيلبفول وريفيوبل، تقدر تعمل لها ريفيو بسهوله، مش هيروح يكتب كود من دماغه. جميل. طيب، هنا الكويك فاكتس عن الام سي بي دي بابليك بيتا فيرجن افيلابل ناو، هي متاحه على الكومبوزر باكجز وبتسبورت من اول لارافيل 10 لغايه لارافيل 12 مع بي اتش بي فيرجن 8.1 او اعلى. وموجود فيها ايه بقى؟ لارافيل سبيسيفيك ام سي بي سيرفر. زي ما قلنا هي ديديكيتد للارافيل بس، ما ينفعش تستخدمها على فريم ورك ثانيه زي مثلا سبرينج بوت لو بتستخدم جافا او جانجو او غيرها. لا، هي ديديكيتد للارافيل بس. جاي معاها اكتر من 15 تول عشان تساعد الاي اي ايجنت يقدر يعمل انسبكت وياخد اكشنز جوه البروجكت بتاعك او الابلكيشن بتاعك. واللارافيل بتعمل مينتين الاي اي جايد لاينز للفيرجن اللي عندك او الباكجز اللي عندك. يعني ولنفرض مثلا انت منزل تيل ويند، فهتلاقي هنشوفها دلوقتي مع بعض وانت بتعمل انستول للبوست عمل ديتكت ان انت عندك تيل ويند وهينزل لك الدوكيومنتيشن بتاعته بنفس الفيرجن الموجود. تمام. ودي عباره عن فري اوبن سورس تقدر تفتح بي ار عليها لو عايز تسبورت مع التيم. ده الجيتنج ستارت الانستوليشن. هنا في نقطه كويسه جدا كاتبينها عندهم برضو، قال لك ان نو ماتر هاو جود ذا اوتبوت لوكس، يعني ما يغركش شكل الاوتبوت عامل ازاي، الكود شكله كلين كود والسنتكس بتاعه كويس وجميل وبيست براكتس وكل حاجه. لا، اتعامل مع الجنريتد كود ده اللي طلع از درافت كود، مش كود نهائي. اعمل عليه تيست كيسز، ران التيست كيسز واعمل له ريفيو عادي جدا، وخلي الكود ريفيو ده غير قابل للتفاوض وهو جزء من البروسيس بتاعتك. يعني مش معنى ان انا هستعمل اي اي في الكودينج او حتى هستعمل البوست لارافيل بوست الام سي بي ده عندي يبقى انا كده مطمن واروح اعمل ابلكيشن وخلاص اكوميت وابوش واطلع برودكشن. لا، اتعامل معاه كانه كود درافت، اعمل له تيست، ران تيست كيسز وتاكد ان كل حاجه شغاله كويس حتى لو شكل الكود مظبوط، ويخلي جزء الكود ريفيو ده حاجه اساسيه من البروسيس بتاعتك. جميل. طيب، هنا برضو الصفحه الرسميه بتاعه اللارافيل بوست بيقول لك هنا فيها ام سي بي سيرفر اكتر من 15 تول. تمام. كومبوزبل اي اي جايد لاينز للايكو سيستم باكجز، وتقدر تعمل لها انستول او سيت اب على ايه بي اتش بي ستور او في اس كود او كورزر او كلاد كود، او تقدر مانيوالي تعمل ريجستر للام سي بي بالشكل ده.
لو عايز تحط كمان سبيسيفيك جايد لاينز ممكن تحطها في فولدر اسمه .ai/guidelines وتحط الفايل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه يكون .blade.php blade template، تحط اللي انت عايزه. يعني نفرض دلوقتي ان انا عندي باكج نزلتها ومش موجوده، مش سبورتد في الام سي بي الخاص باللارافيل بوست، اقدر اعملها جايد لاينز خاصه بيها. لو هستعمل سباتي مثلا بيرميشن وهي مش كفرد باللارافيل بوست، ممكن احط سباتي بيرميشن جايد لاينز هنا از باكج يمشي على الجايد لاينز بتاعتها. جميل. هنا برضو دي مكتوبه بي اتش بي كلها لو نلاحظ، وبليد تمبلت. ده الانستوليشن، وهنا التولز الافيلبل. هو قال لك اكتر من 15. ايه هي التولز الموجوده فيها؟ ابلكيشن انفو بيجيب لك الابلكيشن انفورميشن، براوزر لوجز، داتابيس كونكشن يقدر يكونكت على داتابيس دايركت، داتابيس كويري، داتابيس سكيما، جيت ابسوليوت يو ار ال، يجيب الكونفيجريشن الخاصه بالابلكيشن، يجيب اخر ايرور موجود، مجموعه ارتسان كوماندز كامله، ويجيب الافيلبل كونفيجريشن كيز والافيلبل انفايرمنت فاريبلز، ويجيب الراوتس، ويقرا كل اللوجز اللي موجوده على جوه الابلكيشن بتاعك، وتقدر طبعا تريبورت فيدباك من جوه الام سي بي، او تسيرش الدوكيومنتيشن، او تتعامل بتنكر. افيلابل جايد لاينز دي الام سي بي تولز. افيلابل جايد لاينز احنا زي ما احنا قلنا لما بنيجي نعمل انستول للارافيل بوست بيعمل سكان للبروجكت وبيشوف الباكجز الموجوده عندك، وهو عامل جايد لاينز خاصه او رولز خاصه بالباكجز دي. هل هي كل الباكجز؟ لا طبعا، زي ما خدنا مثال السباتي بيرميشن، فمش معنى كده ان هو هيكفر سباتي بيرميشن، لا، بس هو شيبد مع الباكجز دي. كل دي الباكجز اللي سبورتد او ليها اي اي رولز في البوست. تمام. هنا برضو الافيلابل دوكيومنتيشن للباكجز ديت، وتقدر تضيف الاي جايد لاينز الخاصه بيك زي ما قلنا خدنا مثال السباتي بيرميشن، هتحطها جوه فولدر اسمه .ai.guidelines وهكذا. تمام. طيب خلينا نعمله انستول ونشوف. انا هنا مشغل لارافيل بالدي ديف، والدي ديف برضه اتكلمنا عنه في فيديو موجود عندنا هتلاقوه على القناه. فهقول له هنا دي ديف كومبوزر ريكواير لارافيل، وعندي هنا لارافيل انستنس قايم على لوكال هوست، ده فيرجن جديد. هاجي هنا واقول له بي اتش بي ارتسان بوست انستول. انا طبعا مش بي اتش بي، انا بشتغل بدي ديف. دي ديف ارتسان بوست انستول. تمام. هنا اوتوماتيك بيدي اوتو ديتكت، قال لي والله انت اي دي اي بتستعمله. انا هنا بستعمل الفيس كود. طيب اي اي ايجنت انت بتستعمله؟ انا بستعمل هنا جيت هاب كوبايلوت. فهنا بدا يديتكت، قال لي والله انت عندك في جايد لاينز اتضافوا 6 عباره عن بوست للباكج اللي ضفناها، الفاونديشن، لارافيل كور، لارافيل 12، والبي اتش بي، والبنت كور. لو جيت نزلت باكج ثانيه موجوده هنا في الليسته اللي كانت موجوده هنا، هينزل لها الاي اي او الجايد لاينز بتاعتها. خلونا نبص على الفيس كود. انا عندي هنا ضاف لي فولدر اسمه .github copilot instructions. زي ما احنا شايفين هنا ضاف ايه؟ لارافيل بوست جايد لاينز، الفاونديشن كونتكست، الكونفنشن، الفيريفيكيشن سكريبت، ابلكيشن ستراكشر، الفرونت اند باندلنج، ريبلايز، الدوكيومنتيشن، لارافيل بوست، والارتسان. تمام. طيب في هنا ام سي بي كمان، يعني المفروض يكون ضايف ام سي بي فيس كود ام سي بي هنا. تمام. هنا طبعا ضايف ايه؟ الكوماند بي اتش بي، هغيره لدي ديف لان انا شغال دي ديف، وهنا بدل والارتسان هيبقى بالشكل ده. وهعدل الدوكيومنتيشن هنا في الارتسان عشان انا بستعمل دي ديف، هقول له هنا يوز دي ديف instead of PHP artisan to run الارتسان كوماند. تمام. جميل. لو جيت هنا وقلت له هنا ام سي بي ليست ام سي بي سيرفر، انا عندي ايه؟ عندي ليه كوميرس ستور ام سي بي، ده عملناه في فيديو كامل كان كاستم ام سي بي. وعندي هنا لارافيل بوست، هدوس عليها كليك وهقول له ستارت السيرفر تراست. ده كده هنا ايه؟ راننج. جميل. طيب هنيجي هنا ونختار الايجنت وهقول له ايه؟ create an e-commerce app with products categories and add relations and seed fig data. يلا بينا. use one reference، هيروح يقرا ايه؟ يقرا الدوكيومنتيشن هنا من الريفرنس، وهنا عمل ران لايه؟ ران لي ليست ارتسان كوماند. ده جاي منين؟ من اللارافيل بوست، ده اول ام سي بي سيرفر راح يستخدمه. جميل. طيب وهنا طبعا الدي ديف عشان احنا كتبناها في الدوكيومنتيشن بدل بي اتش بي ارتسان، هقول له كونتينيو. نفرض بقى ان انا ما عنديش الام سي بي ده، هروح اعمل ايه؟ هروح اضيف ام سي بي سيرفر خاص بالارتسان، او ان انا هقول له في الدوكيومنتيشن ان انت لما تيجي تتعامل مع الليستنج، لو عايز تليست الارتسان كوماند هتكتب كذا وكذا، هعملها بشكل مانيوال.
خلينا نشوف في الداتابيس مايجريشنز بدأ يضيف مايجريشن فايلز. طبعا هو اوتوماتيك راح قرا الاي ان في فايل وعرف الداتابيس انجن بتاعي ايه وعمل كونكت عليها. هيعمل مايجريت للداتابيس. هو كده خلص. طيب create a views using blade template to display products and categories on home page. هيعمل routes، بيابديت الراوتس وبيعمل pages views في كبليد تمبلت هنلست بيها البرودكتس الموجوده والكاتيجوريز في الهوم بيج. بليد فيوز كذا كده المفروض الدنيا كلها خلصت. لو جيت هنا وقلت له ريلود اشتغل زي الفل كده، عمل لي كل حاجه. طيب خلونا نجرب حاجه كمان، انستول لارافيل ديباج بار عشان نشوف الام بلس 1 لو كده في اي ايشو يقدر يعملها فيكس. راح برضو للريفرنس هنا الكوبايلوت انستراكشنز، نزل. خلونا نعمل ريفريش، الديباج بار نزل هنا وادي الكويريز وادي المودلز. اوكي طيب خلونا نقول له fix m plus 1 issues. هنا عمل لها fix. خلونا نرجع ريفريش. عايز اعمل بريك لاي حاجه، خلونا اجرب ابريك دي. اخش هنا مثلا في الويب، ادي برودكتس، ادي هنا ايه اي دي، خلينا احط الاسلاج واخلي ده كده واغير ادي النيم شوز. اوكي خلينا نعمل ايه ريفريش كده، ضرب 404. لو جيت رجعت هنا للهوم بيج ضارب هنا الراوت not defined. طيب fix route issues واحول له هنا how. هنا طبعا عمل لها fix الايشو دي خلاص. how many products we have in database. هيروح هنا راح للام سي بي سيرفر الخاص بتنكر زي ما احنا شايفين، وهيستعمل التول ديت. هقول له continue. وزي ما احنا شايفين دي هي فكره اللارافيل بوست. زي ما قلنا هي جمعت اكتر من ام سي بي مع بعض وهي خاصه بفريم ورك لارافيل. ده هيخليني ان انا اكسب وقت بدل ما اروح اضيف اكتر من ام سي بي. لو هتعامل بلارافيل واحط دوكيومنتيشن، لا هي جمعت الكلام ده كله، حطت مجموعه تولز، حطت مجموعه رولز معينه للفيرجن لارافيل اللي انا بستخدمه. فكرتها ظريفه جدا. اتمنى ان كل فريم ورك تعمل ام سي بي خاص بيها. ده هيساعد المبرمجين ان هم يسلموا شغل بشكل اسرع. ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.